على الرغم من ضرورة الطب في جميع المجالات، وخاصة مجال الجراحات التجميلية الذي بات لا غنى عنه في العصر الحالي، إلا أنه يحمل في كثير من الأحيان قدرا من المخاطرة على الصحة وعلى الشكل والمظهر كذلك. وبمتابعة كثير من النجمات ومؤثرات السوشيال ميديا نلاحظ التغير في شكلهن تدريجيا، إما للأفضل أو تكون النتيجة صادمة في كثير من الحالات التي تنتهي بالندم. عمليات تجميل بسيطة خضعت لها النجمات والمؤثرات لتغيير شكلهن، فجاءت النتيجة غير متوقعة، حيث اعتقدت الفتاة الأوكرانية أناستازيا أنه ستلجأ فقط لحقن خدودها بالبوتوكس، وهي تقنية غير جراحية ظهرت منذ عام 2002 لدواع تجميلية. لكن قررت أناستازيا أن تغير شكلها بالكامل باستخدام هذه التقنية، فأصبحت تحقن نفسها من حين إلى آخر حتى تبدل شكلها تدريجيا، إلى أن أصبحت صاحبة أكبر عظام خدود في العالم. اشتهرت أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي إيميلوفا إيفانوفا، وهي فتاة بلغارية تبلغ من العمر 22 عاما، مهووسة باستخدام فيلر الشفايف، مما جعلها كبيرة جدا في الشكل. أما عملية تكبير الصدر فقد لجأت لها عارضة الأزياء السويدية بيكسي فوكس، حيث قررت أن تبدل شكل صدرها بالكامل، ولم تكن تريد شكلا طبيعيا، فأجرت عمليات متتالية في منطقة الصدر، وحققت رغبتها بأن تصبح كالشخصية الكرتونية جيسيكا رابيت المعروفة بجسمها النحيف وخصرها الرفيع. وبالنسبة لعملية إزالة الضلوع من منطقة الخصر فهي عملية حديثة نسبيا تعود إلى بدايات عام 2000، ومن أشهر الشخصيات اللواتي لجأنا إليها الفنانة مروة راتب، التي نحفت خصرها من خلال إزالة الأضلاع وكبرت فخذيها، حتى إن المتابعين لاحظوا تغييرا ملحوظا في شكل جسمها ولا يزال يتبدل كل فترة. يشار إلى أن جراحات جديدة وعديدة بدأت بالظهور، كجراحة تغيير لون العيون الدائمة، والتي ستلجأ إليها بالطبع العديد من المؤثرات، ويوجد كذلك جراحة الفوكس آيز أو عيون الذئب التي تسحب العيون وجعلها تشبه عيون بيلا حديد. كما ظهرت أيضا جراحة هوليوود ليفت. تصدرت عارضة أزياء من أوكرانيا عبر انستغرام عناوين الأخبار الدولية بسبب إدمانها الغريب على عمليات الحشو وجراحات التجميل، التي يبدو أنها تحب حقنها وجنتيها. فمثل العديد من النساء الشابات في الوقت الحاضر، قررت أناستازيا بوكريشهوك أنها بحاجة إلى تحسينات تجميلية لتحقيق مظهرها المطلوب فقط، بدلا من البحث عن محترف لتنفيذ الإجراء. أخذت الفتاة البالغة من العمر 31 عاما على عاتقها حقن وجهها بحمض الهيالورونيك، ويبدو أن موديل انستغرام تهتم بشكل خاص بزيادة حجم شفتيها وعظام وجنتيها. وعلى الرغم من أنها حققت بالفعل مظهرا غريبا، إلا أنها تقول إنها لن تتوقف عن حقن المزيد من الحشوات في وجهها، وقالت: أنا أحب هذا المظهر، لقد كنت فأرا رماديا من قبل، كان أنفي كبيرا جدا، والآن لدى شفاه وخدين، ويبدو الأمر على ما يرام. أناستازيا لديها حاليا أكثر من 158 ألف معجب على انستغرام وحدها. تضخ نفسها باستخدام حشوات الهيالورونيك وفقا لتعليمات البرنامج التعليمي للطبيب عبر الإنترنت، وتدعي أنها تدرك المخاطر التي تعرضها لها، ولكنها تتأكد من استخدام المعدات المعقمة ولا تفعل مثل الطبيب.